اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم صينيه بسبوسه حلوه جدا ومرمله وجميله بدون اي بيض من الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. هعملها معاكم بمنتهى السهوله، ان شاء الله تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. روايح رمضان هلت علينا، ربنا يجعل رمضان والشهر الكريم ده شهر ويمن وبركة على أمة محمد كلها، وينصر إخواتنا في فلسطين نصر قوية من عنده يا رب. ان شاء الله النهاردة اوريكم طريقة البسبوسة دي، وطريقتها حلوة جدا، وايه اللي يخليها تطلع معاكي ناجحة من اول مرة. يلا بينا نشوف المقادير. عندي 3 معالق من السمنة كبار، 3 معالق من السمنة كبار، وعندي كمان كوباية من الزبادي. تمام كده. سيحت معلقتين السمنة عندي دول وحطيت عليها كوباية الزبادي. ببتدي ان انا اقلبهم كده مع بعض، بقلب كل الحاجات السايلة مع بعض، وبعد كده ببتدي انزل بالبسبوسة. خلاص. عندي بقى السر اللي هيخلي البسبوسة معاكي طالعة طرية وجميلة وتفضل معاكي طرية كده وحلوة. كوباية مية دافية او كوباية مية من الحنفية، احنا الجو بقى حلو دلوقتي فعادي يعني. تمام. فحطيت عندي هنا، انا جبت كيس بسبوسة اللي هو الكيس الجاهز، هو بيبقى فيه كل حاجة، بس انا بصراحة بحب ازود عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبحط كمان كيس من الفانيليا، وبحط رشة من الملح. بصوا عندي قوام البسبوسة حلو جدا وجميلة وبتفضل طرية كده ومرملة وحلوة قوي. خلاص. قلبتها بقى كده كويس. طبعا انا بقلبها بالراحة، لازم تقلبوها بالراحة عشان المادة اللي فيها ما تتفاعلش وتبقى وتنشف معاكم في السوا. خلاص. بس انا عشان مسرعة الفيديو فهو بيتهيأ لكم ان انا بقلب بسرعة. تمام كده. انا هنا كنت نسيت ان انا احط كنت نسيت ان انا احط الفانيليا فحطيتها. جبت بقى صينية عندي مدهونة بحبة كده من الطحينة، معلقة من الطحينة بمسكها بدهن بيها الصينية كلها. الطحينة ما بتعملش اي طعم خالص خالص للبسبوسة، بس هي مش بتخليها لازقة معاكي في الصينية، وحتى لو انت عايزة تقلبيها من الصينية بتتقلب معاكي بكل سهولة. خلاص كده. جبت الصينية عندي وحطيت فيها، نزلت الخليط بتاعي كله، وابتديت كده ان انا ادبدب كده بالصينية كده مرتين. وابتديت كمان ان انا اجيب جوزة الهند بقى مكسرات. طبعا حاجات غالية دلوقتي، فاقل تكلفة ممكن تزيني بيها، ممكن مش عايزة تزيني بيها خالص. خلاص. بحطها على درجة حرارة بقى كام، بحطها على درجة حرارة 200، وبعد كده بخرجها من الفرن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بتبقى مشققة كده في الاول، بس عندي الشربات هي بتبقى سخنة والشربات بيكون سخن. ببتدي ان انا اسقي بيها الشربات، وببتدي خطوة مهمة جدا ان انا لازم اغطي عندي البسبوسة. يعني انت طفيتي الفرن خلاص. كل التشققات اللي حضراتكم شايفينها دي هي بمجرد ما تتغطى وتقعد كده حوالي 5 دقايق و10 دقايق بتلاقوها بالشكل ده كلها سوا واحد، مفيش حتة فيها متشققة، مرملة ترميلة رهيبة، وطعمها فعلا تحفة تحفة جدا. طعمها حلو قوي قوي وهتعجبكم ان شاء الله. ابتديت ان انا اخرجها من الفرن وابتديت ان انا اسقيها بالشربات. ببتدي بقى ان انا اغطيها واسيبها حوالي 10 دقايق كده جوه الفرن، او حتى على الرخامة عندك، اهم حاجة ان انت تغطيها. وبعد ال10 دقايق دول بتفتحي عليها بتلاقيها ما شققتش كده ولا اي حاجة، بتلاقيها مرملة بقى. بصوا هي ماسكة نفسها بس مرملة رهيبة رهيبة رهيبة. طعمها فعلا جميل جدا وحلوة قوي. وان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة امشي على المقادير صح عشان تطلعيها ممتازة وحلوة جدا، وبتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. اتمنى بقى تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واتمنى كده ان انتوا تدعموني باللايكات واشتراكاتكم الجميلة اللي زي العسل زيكم. وكل سنة وانتوا طيبين وايامكم كلها خير وبركة وسعادة يا رب.